السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية مدحت. هعمل معاكم النهاردة صينية البطاطا أو طاجن البطاطا، أو ممكن نسميها صينية البطاطا الحلوة. تمام، إن شاء الله تعجبكم. وجربوها بطريقتي. وإن شاء الله تعجبكم. المقادير معايا النهاردة 2 كيلو بطاطا. معايا كمان 4 معالق زبدة، 4 معالق سكر، و4 معالق جوز هند، وشوية زبيب حسب الرغبة. ممكن كمان نضيف قرفة لو بتحبوا فليفر القرفة، ممكن نضيف قرفة. معايا كمان كوباية الا ربع لبن. تمام. أول حاجة أنا جبت البطاطا، غسلتها كويس بالفرشة تحت الحنفية، يعني عادي. بس في طريقة ممكن نسهل علينا إن الطينة تنزل منها بسرعة، إن احنا بننقعها شوية في شوية مية. الطريقة دي بتخلي الطينة تنزل منها بسرعة. تمام، جبتها غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين تقطيع عشوائي. تمام، اي تقطيعه مش مشكله، يعني بالطول بالعرض ممكن نحطها سليمه، مفيش مشكله. في ناس بتحب تقشر البطاطا الاول، بس انا حطيتها زي ما هي كده بقشرها عشان نستفيد من كل الفوائد اللي في القشر. تمام، ممكن نقشرها الاول او ممكن نحطها كده. انا جبت حله وحطيت فيها البطاطا زي ما انتم شايفين، وهحط عليها الميه. تمام، صبيت حوالي 2 لتر ميه او 2 لتر ونص، سوري، من الميه. تمام، انا مش حابه ان انا احط ميه كتير، لان كده كده احنا لما بنقفل الحله البخار بيسويها منها فيها. تمام، حطيتها على النار. هنا ابتدت تغلي. هي بتاخد وقت على النار حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. هنا خلاص البطاطا كانت استوت. انا جربتها كده بالشوكه، لقيتها بتغرز لجوه مظبوط، يعني فكده انا اتاكدت ان هي كده استوت تمام. جبت مصفى، صفيت فيها مية البطاطا. هي طبعا بتبقى سخنة جدا. انا مش هستنى ان هي تبرد ولا اي حاجة، لان انا عايزاها سخنة كده زي ما هي، عشان ده هيساعدني في الهرس. تمام، جبت البطاطا ابتديت اقشر فيها وهي سخنة جدا، طبعا نخلي بالنا عشان محدش يتلسع. آه، ابتديت اقشر فيها، قشرتها كلها مظبوط يعني. الطريقة دي زي ما قلت لكم قبل كده ان هي ما بتهدرش البطاطا. يعني احنا لو قشرنا البطاطا في الاول بنهدر منها كتير قوي واحنا بنقشر بالسكينة او بالمقشرة. تمام، انما كده القشر بيبقى طالع لوحده، وبناخد كمان منه كل الفوائد اللي احنا عايزينها. حطيت البطاطا في الطبق وابتديت اهرس بالهراسة، او لو عندنا هاند بلندر لو حد بيحب يهرس بيه مفيش مشكلة خالص. ممكن تتحط في الكبة وممكن برضو في الخلاط. بس الكبة او الخلاط هيخليها يعني زي العصير كده، انا مش عايزاها كده، انا عايزاها فيها سمك، فانا بحب اهرسها يدوي عشان ما تبقاش زي المهلبية قوي كده او تبقى سايبة قوي. لا، انا مش حابة ان هي تكون كده. انا حابة ان هي تكون لسه فيها قطع او تكون مهروسة هرس خشن شوية. ابتديت انزل الزبده. الزبده هتسيح مع السخونيه بتاعه البطاطا. تمام، عشان كده حبيت اشتغل بيها وهي سخنه عشان تسيح الزبده من السخونيه اللي فيها. انا هنا ضفت اللبن. انا معايا كوبايه الا ربع لبن. ممكن اضيفهم كلهم، وممكن اضيف شويه بشويه زي ما انا هعمل. انا حابه ان انا اضيف شويه بشويه عشان اقيس السمك اللي انا عايزاه. فانا ابتديت انزل شويه صغيرين واجرب شويه صغيرين واهرس، وبعد كده اشوف هل هي محتاجه تاني او لا. هنا انا نزلت السكر. انا عن نفسي بحب السكر يكون متوسط، ولا هي مسكره قوي ولا هي عذبه قوي. فانا حطيت 4 معالق سكر، ده الوسط. اللي حابب يقلل او يزود براحتكم. حطيت كمان 4 معالق جوز هند.
جوز الهند حلو قوي، بيديها فليفر حلو جدا. ممكن كمان نضيف فانيليا للناس اللي بتحب الفانيليا، ممكن نضيف قرفة. القرفة كمان بتبقى تحفة مع البطاطا، بتبقى رهيبة أول ما بتطلع من الفرن، بتبقى ريحتها حلوة جدا. جربوها زي ما تحبوا، هتعجبكم قوي. أنا هنا زودت لبن تاني عشان كنت لسه حاسة إن هي عايزة يتضاف لها لبن تاني. زودت كمان الزبيب. ده برضو حسب الرغبة، لو حد حابب يضيف مكسرات براحتكم طبعا، بس انا حطيت زبيب وجوز هند بس. انا طبعا عمالة اهرس فيها جامد عشان اوصل للقوام المظبوط. زي ما قلت لكم انا مش عايزاها خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، فانا عمالة اهرس والف في الطبق عشان احس ان انا وصلت لكل التفاصيل اللي جوه البطاطا. لو حد يعني لسه مبتدئ او لسه اول مره يجرب يعمل الطاجن ده، هو سهل وبسيط جدا ومش هياخد منكم اي وقت خالص يعني. في 10 دقايق هتكوني محضره الطاجن البطاطا. اخر حاجه هنا حطيت الزبيب. تمام، الزبيب طبعا مش هيحتاج هرس ولا حاجه عشان ما نبوظش شكله. تمام، عشان كده انا حطيته في الاخر. انا عارفه ان في كذا طريقه لصينيه البطاطا، بس انا حابه اعملها بالطريقه البسيطه دي. عارفه ان في كذا طريقه زي بالبشاميل، او مثلا ان احنا نضيف لها نشا او دقيق، بس انا مش حابه اضيف او بيض. انا مش حابه ان انا اضيف اي اضافات عشان نستفيد بكل الفوائد. هنا انا جبت الطاجن اللي هحط فيه، ممكن تجيبي طاجن فخار او صينيه بايركس او اي صينيه عندك. حطيت فيها رشه سكر، دي بس عشان ما تخليش البطاطا تلزق. تمام، انا مش هدهن زبدة ولا اي حاجة عشان ما تبقاش الزبدة زيادة فيها يعني. تمام، هي مش محتاجة اصلا، فانا حطيت بس رشة سكر بسيطة يعني بصوابعي كده، بس رشة صغيرة يعني. وصبيت فيها البطاطا. نزلت كل اللي في الطبق وهسويها بالمعلقة. انا بسويها بس عشان يبقى شكلها حلو، وكمان عشان تاخد لون حلو من الوش. بجد كل اللي هيدوقها هتعجبه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الاسباتيلا بتسهل علينا الفرد، او ان احنا نساوي الوش بتاعها عشان تبقى كلها يعني سوا بعضها. هزيت الصينية كده عشان توصل لكل الجوانب. هزيت بس الصينية عشان توصل بكل سهولة يعني لكل جوانب الصينية. واخر خطوة عملتها، كنت مخلية حوالي نص معلقة زبدة كده على جنب. حطيتها على الوش عشان بس تعمل لون حلو. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، بس ما ننساش نشغل الفرن قبلها ب10 دقايق. هنطلعها من الفرن لما تاخد اللون الأحمر الحلو ده وتتقدم دافية. بجد جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وسبسكرايب. باي باي.